طب التجميل النسائي هو مجال جديد في طب النساء، حيث يتم التركيز على تمكين المرأة كأولوية. نتحدث أكثر عن المناطق الحميمة وكذلك الجزء الوظيفي للمرأة. إنه تغيير جمالي وظيفي، أو العمليات التي يمكن إجراؤها للمرأة عند الحاجة وأينما كانت. لذلك يركز طب التجميل النسائي بشكل أكبر على المناطق الحميمة أيضاً. على سبيل المثال، يتم تقسيم هذه الإجراءات التجميلية النسائية إلى إجراءات جراحية، وكذلك إجراءات غير جراحية. الإجراءات التجميلية النسائية في العلاجات بالليزر غير الجراحية تشمل علاج سلس البول الإجهاضي، ويمكن علاج ارتخاء المهبل، ويمكن إعطاء حقن أوغستين، ويمكن تفتيح البشرة في المناطق الحميمة، ويمكنك إعطاء البوتوكس في حالات معينة مثل التشنج المهبلي وحالات أخرى. إذا لزم الأمر، يمكن أيضاً إجراء حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية لبعض الحالات. في التجميل النسائي، بالإضافة إلى الإجراءات غير الجراحية، لدينا إجراءات جراحية تشمل تصحيح الشفرين وتصغير المهبل، وعمليات ترقيع غشاء البكارة، وعمليات إزالة غشاء البكارة، مثل صوت طنين مجمع، مثل